كام سنة؟ 5 سنين لسه مكملة أبوها توفى 4 أيام. بس ده كان يوم آخر يوم اتصورت فيه. ده آخر يوم. الفستان ده اللي كانت لابساه؟ بس هي لسه مش نضيفة. كان عيد ميلادها؟ كان عيد ميلادها من 5 سنين. وده لبس أنا لبستها اللي كانت رايحة بيه الصبح يومها. ودي الهدايا اللي جات لها في عيد ميلادها. انت حاطة الهدايا اللي جات لها؟ شايفة العروسة اللي بترضعها دي؟ هي كانت قاعدة بترضعها قبل ما تطلع على السلم. قبل ما تطلع على السلم ثانية. احنا في الثامن. عارفة يعني ايه في الثامن؟ تتخطف من على السلم في ثانية وبابي وباب اخويا مفتوحين. هي اتخطفت ولا هي طلعت قعدت فوق؟ طلعت ايه ده يا بنتي؟ القصة اللي المباحث بتقولها ان هي طلعت وهم هجموا عليها فوق على السطوح. بنتي ما بتغيبش عن عيني ثانية. المدرس جاي لأختها الكبيرة بيخبط، راحت تفتح الباب هي واختها فيروز الصغيرة وبنت اخويا ساكن في شقة في وشي. بتفتح الباب المدرس دخل. هي اي مدرس بيجي لازم تاخده بالحضن، بيموتوا فيها. وراحت يا سلمى المستر جه، فراحت دخلت كده. مفيش في الثانية دي دخلوا ال3. قالت لها انا رايحة لمامي اعمل بيبي. في المجية دي هو كان طالع من السلم الشغالين البواب حضرتك، البواب هو مش التاني. هو بقى طالع لا زين أخذني. في الثانية دي. انت البواب ده بقاله كتير يعني تعرفوه؟ بقاله كتير. هو كان فترة ومشى ورجع. لسه راجع بقاله بتاع 6 شهور. 6 شهور صح؟ 6 شهور. وخدها وطلع بيها فوق؟ هقول لك موقف تاني. مفيش من اسبوع، اقل من اسبوع، انا ماما نازله واخده في ايدها زينه مقشره لها برتقانيه في ايدها. قعدت تحت تستنى السواق بتاعي على بال ما يجي ياخدهم عشان كانوا خارجين. ندهت له قسمت البرتقانه بينهم هما الاثنين. ادت لزينه نص وادت لعلاء نص. كل يوم من الانتركم يا علاء اطلع الغدا، يا علاء اطلع العشاء. كل العماره تحكي لك احنا بنعمل معاه ايه. يعمل كده في بنتي. هو صغير صح؟ يعني عنده 17 مثلا 18. ايه معرفش. هو خدها معاه فوق؟ بقول لحضرتك انا استحاله حتى يكون هو بيقول لهم. قلت لها تعالي اوريكي المراجيح اللي فوق. انا بقى اللي بقول لك انا بنتي ما تروحش مع حد. يعني خدها غصب عنها. البواب ومتعوده عليه. بنتي مش هتطلع معاه. وخدها غصب عنها كانت صوتت او حاجه. انا لسه هقول لك هو عمل ايه. هو قال لي انا بقى شايفاه انا ان هو كتب نكهه بنتي وراح طالع بيها على طول. لان السطح دورين. انا كنت جوه في الشقه. انت شفتي اصلا السلم والشقه الثانيه مين هيسمع. هو خدها. عارفه اللي خطفها في ثانيه عشان يعمل كده ولا خطفها في دماغه. ايوه حاجه تانية. فكروا بقى ان احنا قاعدين بقى مش هنحس بيها ساعه. لا فلا قلق في العماره ده. قلق تقريبا. هو اول ما وصل فوق وطلع له التاني ولسه بيقربوا لها كان تقريبا العماره دي كلها مقلوبه. بس تعرفي بقى ان اخر حاجه احنا نتخيلها هو السطح اللي ده مستحيل بنتي هتطلعه. قلت اخري جارتي اللي تحت. وطبعا مستبعداها من زينه. انت لو رحت المدرسه هتعرفي. هيقولوا لك المدرسين يعني بيخافوا من اي حاجه. انا بنتي بتنام في الاوضه دي ليه؟ متقدرش تنام جنبي. عارفه ليه؟ عشان تبقى بعيده عن الشبابيك. عشان تقولي يا ماما ضرب النار. ايام الثوره كان في ضرب نار. تقولي انا هنا
عشان ما اسمعش ضرب النار، عشان يضربونا، عشان هنا مفيش شباك على الشارع. جبانة جم من الدنيا، جبانة صغيرة مش كبيرة يا 4. ما أنا عندي اللي أصغر منها، مش زيها مش زيها مش زيها مش زيها. بصي مفيش كلام طبعا اقدر اقوله لك خالص في الموقف ده. بصي بصي كانت بتعمل الواجب يوم. بصي ملحقتش تروح المدرسة، ما كملتش الشهر في المدرسة. بصي كراريسها ومكتبها ده عاملة بإيدها. بصي KG1. هي في KG1؟ KG1 أيوة KG1. دي بيبي. ما انا عشان كده انا مستغربة، يعني انا مش فاهمة حاجة. انا مش فاهمة حاجة بصراحة، مش عارفة، والله ما فاهمة. بصي هي مش هقدر اقولك ان هي ملاك، يعني هي اكيد في حتة احسن منا مليون مرة. ده في الدنيا انا خلاص ربنا ادهاني وخدها مني. اي حاجه في الدنيا ماتت، انا خلاص، انا راضيه بامر ربنا. بس ما تقوليليش بنتي تتحدف في الحدفه دي. اي حاجه في الدنيا ربنا خلاص عايز ياخدها مني، انا موافقه، انا مش هقول له لا. هو اداني وعايز ياخدها. متعني بيها 5 سنين، انا عشت معاها 5 سنين، انا اتمتعت بيهم، انا كنت بحبها. انا عندي 5 ولاد على فكره، بس زينة دي كانت حاجه تانية. عارفه العيله لما كانت تقع قدامي انا قلبي كان بيقع معاها. زينة دي غير، يعني اخد مني اعز حاجه عندي، بس انا راضيه. بس مش الحدفه دي، ما تتخدش الحدفه دي، ما تتخدش الخده دي، ما يقدرش قدامنا كده. صح بالليل ليه؟ كانت الساعه 9 بالظبط 9 بعد المستر 9 بيخبط 9 ونص اجيب بنتي من المنور، انزل الاقي بنتي في المنور اخد بنتي في المنور، انا اخد بنتي في المنور، انا اللي مقفله كل شبابيك بيتي بالحديد، اجيب بنتي من المنور. انت لو شفت السلم انا عامله له برجوله خشب عشان هي مش هتروح تبص، بس عشان لو بصت من خوفي عليهم هجيب بنتي من المنور. قولي لي دي انا مش فاهمة ليه بصراحة. 5 سنين دي يعمل بها ايه؟ قولي لي دي يعمل بها ايه؟ دي حاجة من الفستان، بص قد ايه. ده لو بس في عينيها مش هيقرب لها. بس راضية هنا هي لابسة الفستان في عيد ميلادها، قبل وفاتها بيوم كانت لابسة الفستان عيد ميلادها. تمت 5 سنين. 5 سنين بالظبط، 5 سنين. بصي جميلة ازاي. الصورة دي كانت مصوراها في مسابقة جمال أجمل طفلة، كانت الجمعة الجاية دي المسابقة واتلغت عشانها. كل الناس كانت بتحبها. بصي عينيها. بس انتي هتتعبي قوي كده، لا عارفة، لو قعدتي تعملي كده هتتعبي اكتر. وانت يعني انا بحلم، ده كابوس انا ما بفوقش منه، بس هفوق. انا بحلم، ده مش حقيقي. صح، ده مش حقيقي، هو ده كابوس. وانا هصحى منه، وهعمل لها عيد ميلادها اللي هيتعمل في المدرسة. يعني شهر 11 يوم 30/11 بيعملوا عيد ميلاد لبتوع شهر 11، وانا هلبسه لها وهعمل لها عيد ميلاد تاني. والله هعمله. هو ده حلو وانا هفوق.
عشان انا فوق. بس انا مش يعني بجد بجد يعني اول مره في حياتي مش عارفه اقول ولا حاجه. هفوق يعني انا بس مش يعني والله هفوق منك. انا مش عايزاكي تتعبي قوي كده لان يعني هي هتعمل عملياتها تاني انا عارفه. هي قالت لي يا ماما انا عايزه اجيب هدايا لكل اصحابي عشان في عيد ميلادي ادي هدايا لكل اصحابي اللي في المدرسه زي اصحابي اللي عملوه في المدرسه يا مامي. يا زينه بس برضه ربنا اكيد احن عليها بكتير قوي 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 منك ومن ودي ملاك يعني ملاك دخلت الجنه كده. فكره فعلا صح يا ميرا. يا ملاك. يا ملاك والله ملاك. هي ملاك طبعا وراحت حته احسن وربنا اكيد 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 يعني بصي احنا بنكبر وبنعمل ذنوب ومعاصي ومش عارفه ايه. هي ربنا حطها في حته حلوه جدا جدا يعني. فاكيد اي كلام هقوله دلوقتي بالنسبه لك هيبقى اي حاجه. هي اخده بس ياخدها. انا مش زعلانه. هو ياخدها مني. هو اداني 5 سنين انا استمتعت بال5 سنين. انا كنت عايشه معاها احلى سنين حياتي. ال5 سنين دول انا كنت مبسوطه. انا مش زعلانه بس ما تترمش الرميات. اتألمت. هي اتوجعت خافت. انا خوفها مألمني. ألمها بقى يعمل فيا ايه؟ انا ما بحبهاش تخاف. ما بحبهاش تتخض. ما تتخضش اصلا. تتخضي ليه؟ طب ايه اللي يخضها؟ ليه تتخض؟ وهي في حضني ليه تتخض؟ اتخضت. ده مش اتخضت ده اترمت من كتير قوي من فوق قوي. هو ان شاء الله كمان هيخاف وهيحصل له اوحش من ما عمل لها بكتير. ما يكفينيش. يكفي اي حد فينا. انا امسكه بايدي الاثنين. انا يقولوا لي اعدام اقول لهم لا حقك مش اعدام. انا الاثنين يوقفوا لي كده وامسك واحد اقعده كده زي ما قعد بنتي وهزه كده زي ما عملوا فيها واكتم نفسه وارميه. حقك صح. انا بجري في البيت بدور عليها. بلف اقول نامت يمكن في جنب في الليل بدور وانا بنتي بتترمى من المنور. بدور في البيت وبنتي عدت على بيتي كده في الشارع وانا ماشيه بدور وبنتي تعدي من على بيتي. عدت وانا مش حاسه بيها. ازاي طب هما ازاي عملوا ايه؟ طب ازاي مش عارفه جابوا القدره دي منين بجد. مسك قطه ليه اصلا يعمل كده مع قطه؟ يحدفها يجيله قلب. ياخد بيبي 5 سنين 10 سنين 2 سنين اي حد يترمى كده عادي ويقولوا لي ايه في الاخر بالاحداث. والتاني يقول لي مامته مطلع له شهاده مش عارف تعامل ايه. لا خلاص احنا قرفنا بقى من القرف ده. ولا شهاده ولا مش شهاده. والقضيه دي بالذات لو ما اتخدش فيها بجد حاجه رادعه. لا هدومها دي ما لقاهاش في حضني ما لقاهاش هنا. طب ازاي؟ طب مكعباتها دي مين اللي هينزلها ويقعد يلعب بيها؟ مين هينزلهم؟ هي